السلام والجمال. اليوم يوم استثنائي، يوم ماطر بعد الليلات الماطرة. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم اسبغ علينا نعمك في أقاصي الأرض وفي كل مكان من أرض اليمن السعيد الحبيب الطاهر. وكم نحن مشتاقين لهذا المطر الجميل من أجل أن ترتوي الأرض الطيبة وتنعم بالخيرات جميعا. اليوم على موعد مشاهدينا الكرام، على فراق 40 عاما كان خالد موجود في منطقة من مناطق اليمن الحبيب، وتعذر عليه أن يحصل على أسرته حتى شاء الله، وكانت الأقدار بأن يأتي إلينا اليوم في صنعاء أمانة العاصمة، ونحن بانتظاره من الصباح الباكر حتى وصوله من مدينة باجل لنتعرف على قصته أكثر، ومن ثم نخبركم ما الذي سيكون في قادم الحوار. فأرجو بأن تكونوا معنا وتتابعوا فقرات هذا البرنامج حتى النهاية. برنامج موطني فقط حصريا على قناة اليمن الفضائية من صنعاء. يا لها من أحداث في قصة اليوم. ها نحن ننتظر القادم من محافظة الحديدة في يوم ماطر بارد، وفي هذه الأثناء وصل خالد صاحب التفاصيل الذي أفنى عمره بحثا عن أمل وأهل. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله من جاء. أهلا وسهلا. أين خالد؟ أهلا يا خالد. الحمد لله على السلامة يا خالد. الله يحفظك يا أخي. أهلا وسهلا. حيا الله من جاء. حيا الله من جاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ في أحسن حال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. 45 سنة ولا 40 سنة؟ ما يقارب 45 سنة. 45 سنة. ما شاء الله تبارك الله. نشرح للمشاهدين أنا وأنت القصة كيف بدأت. مواطن من إخوتنا من آل عواض من حجة تزوج بامرأة من محافظة الحديدة مدينة باجل. تزوج بها بعلم أسرته، وكانت زوجته الأولى. كانت زوجته الأولى ما؟ أيوة. تزوج بها بعلم أسرته وعاشت معه هنا في تقريبا في حجة عاشت معه، لكن بعد شاء الله وشاءت الأقدار بأن لا يستمروا مع بعض، فذهبت هذه المرأة وهي حبلى بهذا الرجل اللي اسمه خالد، فأنجبته، وظل هذا الولد غريب يعيش في مأجل لكن يشتاق إلى أسرته. ظل يبحث ويبحث 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 حتى بفضل الله سبحانه وتعالى تعرفت على أول بذرة من أسرتكم. الناس قالوا أيوة. أنت بيت حاتم. أيوة سألت عن بيت حاتم بس. عن بيت حاتم، لأن أمك ما كانت تعرف إلا هكذا، تعرف أنه اسمهم بيت حاتم. عاد أمك عايشة؟ الله يرحمه. تقريبا حوالي 12 سنة. تركت لك أثر قالت لك إنه أسرتك بيت حاتم، أنت ما كنتش داري تعرف ولا تعرف عنهم حج خالص. تبحث وأنا بحث لو ما يئست خلاص. يئست قلت ما صعب إني عاد أحصل. صعب إني أحصل. أول شرارة وأول خيط من ما كان؟ تواصلت بواحد أخ مدير من حجة. أيوة سألني عن هذا الاسم خالد حزام محمد، قرية اسمها قيلاب دومان. من اللي قال لك التفاصيل هذه كلها؟ أمك قالت لك بالتفاصيل هذه؟ الله يرحمهم. عاشت في هذا القرية. أيوة. قبل ما تموت قالت لك يا ابني أبوك من قرية اسمها قيلاب. اسأل عنها تبغى توصل عندها. تزوجت بعد أبوك؟ أيوة. تزوجت شخص آخر. أيوة. ربكوه؟ عشت عنده؟ لا عشت عند جدي. أبو الوالدة. أبو أمك. عشت عند جدك أبو أمك، على قد توفى طبعا. المهم كان أول خيط مشاهدينا الكرام عن بيت حاتم في هذه القرية التي ذكرها الأخ خالد. بعدها بدأت الخيوط تتوالى على هذا المواطن أن يريد أن يعرف أسرته بتفاصيلها، أين عاشوا وكيف عاشوا ومن هم، حتى اكتملت الحلقة، واليوم ستكتمل كل المفردات مع هذا المواطن اللي اسمه خالد أبو عواض من محافظة حجة من قرية أيوة مدينة كحلان عفار. ما شاء الله. هو عاش أبوه عندي أنا حاتم. أنت حاتم. أيوة أنا أنت بزيد. لا هو أيوة بزيد حزام أبو الرجال الله يرحمه. أيوة لأن خالي الله يرحمه مات جدي أبو أمي وهم صغار، احتضنهم أبي ورباهم لو ما كان يوقعوا رجال، وبعدين سافر السعودية ورجعوا تزوج بأم هذا أبوه.
ايوه تكلم على ابوه ايوه اللي رباهم جدك. ايوه تزوج بالصاحبة باجل، وبعدين جابها عندنا قعدت 8 اشهر، وبعدين هو سافر السعودية. عندما سافر السعودية جو أهلها لعندنا، سافر معهم جدي أبو أبي إلى باجل، قعد عندهم أسبوع، وبعدين قالوا بس البنت تقعد عندنا حتى يجي زوجها. قال لهم حاضر، على ما تستوى تروح معي أهلا وسهلا، تستوى تقعد عندكم، سبروا لنا ورقة، لأن عندما يجي الولد حقي كان يجعل يعني قدم جهالة، هو صلحوا له ورقة عندما يجي من السعودية، يعني يجي بالزمارات. هو جاء من السعودية دوالي إلى صنعاء، ونزل دوالي مع الجشرة عند جدي. أيوة بس هو طلعوا صنعاء، ما عاد روحش عندنا البلاد. قعدت أنا استأجر فترة لما هو وحمه واختلفوا هكذا، رجها باجل وما عاد سافر السعودية. عندما علمنا احنا من اتصل له للسعوديه، كان عند بالتلفونات هذا ايوه وين انت؟ قال انا قد سافرت وعلموني اني قد زوجتي واضعه وادت لي ولد اسمه على كذا كذا. قلنا خير ان شاء الله. وذا الحين قال ان شاء الله انا عاد اخرج بعد فتره هكذا. قلنا يلا خير. من هناك جلس فتره في السعوديه الطايله، وخرج لنا صنعاء. اختلفوا وعمه ما عاد رتاش، طلقها. بعد كم طلقها؟ يعني بعد فترة يعني صغيرة، يعني سنة، بس سنة ونص بعد ما وضعت. أيوة بعد ما وضعت طلقها، وعاش أنا في صنعاء. تزوج من حراس، واحدة حرازية. ترى انجبت له. أيوة أبو خالد انجبت له. إحنا بنبحث، كان أمي يعني كان تقول له أنا أشتي ابنك، تقول لي أين هو، وتعرفنا. جدي هو توفى الله يرحمه الذي سر له. ابو خالد ما كان يبحث على ابنه هذه الايام، ولا يقول لكم من خالي حزام. ايوه احنا كان نقول له، كان يعني هذيك الايام قال يا اخي قد اختلفنا وهكذا، اقول لكم خلوا لامه، كان يقول هكذا خلوا لامه. ايوه وهو قد نزل وما دريناش يعني في ذا، نزل ودور بعده، وهم كانوا يخفوا عليه علشان كان تخاف على امه لا يشله. نزل 3 مرات، وهو عالم خالد دريت. ايوه من عندما انا كان ابحث في نفسي، انا كان اقول، كان انزل للمراوعه ولا انزل لاباجل هكذا زارت مره واسال، يقول لي ما نعرفش الشخص هذا. من عندما علمنا وصلت المديريه حقنا، مديريه مسور، عند مدير الامن عبد الحكيم الحوري. ايوه وصلت له عنده، وبعدين بيقول لي يا اخي تعال، في واحد اسمه خالد محمد حزام حاتم، في منكم احد ضايع؟ لا هو خالد هذا. قال في واحد خالد حزام محمد، اي خالد حزام محمد حاتم. قلت يا اخي ما بحد مننا بيت حاتم احنا. فجزعت من عندي شوي ورجعت، قلت له اقول لك. قال ايوه. قلت فين هذا الولد الذي بتقول لي عنه؟ قال في محافظة الحديدة مديرية باجل. قلت له هذا خالي، هو تزوج قبل فترة من هانك. دليل الرقم حق الذي بلغك. قال بلغني المهدلي من شرس، مدير امن ناحية شرس. من هانك بلغوه من باجل لا عنده، ومن هانك بلغ لا عندي مدير الامن حقنا عبد الحكيم الحوري. طيب هذا البلاغات بناء على خالد انت اللي بلغت الاشياء؟ مديرية حقة في باجل، في إدارة أمن باجل، وطرحت على الكلام. أيوة قلت له حاول تتعاون معي. ايوه المهم يعني بدأت التواصل. عندما قال لي، قلت لي رقم المهدلي، تواصل بي المهدلي. قال يا أخي في على كذا كذا كذا. قلت له أولا الولد هذا ادلي، قل لي ادلي اسم أمه، لأن أنا عارفه باسم أمه. أيوة قال اسم أمي فلانة بنت فلانة بنت فلان. لا قلت هذا من أنا، هذا ابن خالي. ها وهو قال أمك عمتي اسمها فلانة على كذا كذا، فلانة بنت فلان. قلت له أيوة هذا ابن خالي. منها تواصل وتعرف بعمته. أيوة أخته اسمها سعادة محمد حسين. واسم أمه هدية حسن أبكر. هدية حسن أبكر. هذا الكلام مشاهدينا الكرام قبل 45 سنة.
ويعني بدأت القصة بتفاصيلها عندما بدأ هذا الأخ خالد يسأل عن أسرته منذ زمن بعيد، وأتمنى كيف لما سمى عوض بيت حاتم كيف لما سماه حاتم؟ احنا بيت حاتم، احنا انساب بيت ابو عوض، اخوالي بيت ابو عوض، اخوالي اخوال بيت ابو عوض، هذا من بني الطربي مديرة كحلة عفار. خالد عوض. ايوه خالد حذاء محمد ابو عوض، لكن ذيك الايام حن عاش ابوه عندنا، امه ما عرفت الا بيت حاتم لان عاشت امه والكل عاش ابوه عندكم عند جدك. ايوه لي رب، ايوه ماشي اخوال هو خالي، ايوه هو بس الذي ربته امي اخته كان مع في بيت حاتم متزوج بابي هذا حاتم. خالد كم باقي معه من التفاصيل؟ ما باقي معه انا منهم اللي في انا يعني في ايوه معه 5 خوات ومع 3 اخوه. ايوه الذي اخوة من ابوه، وعمه الصالح اخو ابوه من فيانا ساكنين، وعمه يعني مبارك صالح ابو عواض، وتحان ابو عواض، وصالح صغير ابو عواض، ومحمد الله يرحمه، هذا يعني ابو هذا، وهذا لهم جهل الاخوه. اليوم بهذه العكاز مشاهدينا الكرام لأسرة بيت حاتم وأسرة بيت عوض سنتحرك مباشرة لنجمع بين الطرفين بعد فراق وغياب 45 عاما على بركة الله. وأنا أشكرك أخي الكريم لما بذلته من جهد، وأشكرك يا خالد لأنك ما تركت أثرك ولا تركت أصلك أبدا، قنبرت تهتم بعدهم وقنبرت يعني تعمل جهدك لحد ما. المهم واحنا نسقنا مشاهدينا الكرام مع هؤلاء الإخوة بأن يحضروا إلى صنعاء من أجل أنه تعذر وصولنا بسبب برامج رمضان وانشغال القناة ببرامج رمضان وانشغال الكاميرات كلها مشغولة، فنسقنا معهم على أساس أن يأتوا إلى صنعاء ومن ثم نذهب إلى أسرته ليكون اللقاء بعد 45 عاما. فتابعوا بالله عليكم ما سيأتي بعد هذا الحوار. خالد على موعد مع اللقاء بعد أن عاش وحيدا طيلة 45 عاما ولا يعلم عن أهل له سوى اسم قرية لوالده، وكم هي القرى في طول البلاد وعرضها. كنا نسقنا مع خالد وأحد أقاربه فقط أن يحضر إلى صنعاء لنكون معا، ومن أجل أن نذهب إلى أسرته الطويلة العريضة من إخوة وأخوات وأهل وأقارب، وها نحن نتوكل إلى أجمل لقاء وأحلى صحبة. القصة بدأت مشاهدينا الكرام بيذكر لي المواطن العزيز الغالي بأنه حدث شيء عجيب في البيت، أنه الغنم دخلين أكلين مسافة كيلو لا عند القد حق الرجال. عندنا اسمه محل دومان، وين مشينا إلى قلعة القصاري جنب المديرية حقنا، يعني مسافة كيلو. مشينا الغنم دخلين جربت واحد من الإخوة المواطنين أكلن عليها المرة الأولى وأكلين المرة الثانية، جاي قال له أنا منصف أنا كذا، قال ما بلا نصير إدارة الأمن. فشاء الله أنهم يصيروا إدارة الأمن من أجل ماذا؟ من أجل أن يخبرهم الفندم الحوري بأنه في واحد من المواطنين بيسأل عليكم، بيسأل عن بيت حاتم، يقول له أنتم بيت حاتم؟ قال أنا ما أعرفش حد من هذا. مشى شوية لو ما خرج بعدها ذكر رجع قال يا أخي لا بدنا واحد إحنا بيت حاتم كان بزينا من بيت أبو عوض وكذا وكذا. أيوة خالك أيوة. طيب والحج السعادة ما كان تقول لك أمانة اللي أخته عمته كان تقول له يا أخي قل لي فين ابنك، وسير الديلة عندي أحتضن الولد هذا وأربيه أنا. كان يقول لها عندي استاوى، كان تقول لي يا ابني يا أخي اتنا الولد وأنا الذي أربه هنا، أنا الذي أتعب عليه هنا، أنا الذي على كذا. وكان هكذا كان شوية وفي الأخير أكلها السكر في آخر المطاف، هو أكل خالي هذا الله يرحمه. أيوة كان حرق طبعا حرق. فما دامتش معها المرة هذا ما تحملتش يمكن من شدة يعني زعلوا وكذا، فحصل طلاق بينهم. لكن خالد أسألك بالله يا خالد كان يراودك الهم والشعور أنه تعرف أسرتك منهم يعني على مدار العام كلها؟ ما بش يوم إلا ما أذكرهمش، ما بش يوم بس بحثت دورت بدون فائدة. الله المستعان. دور مشاهدينا الكرام، بحث في كل التفاصيل، حاول أن يعرف. وما كان يعرفش بيت عوض هذا، ما كان يعرف إلا حاجة اسمها، كان يعرف اسمها بيت حاتم. انتوا كيف عندكم داري اسم المنطقة؟ احنا متجهين مسور قيلاب. قيلاب دومان، كانوا يقولوا لي قيلاب أو دومان. لا وصلنا قيلاب دومان. الله المستعان.
استمر فترة طويلة مشاهدينا الكرام 40 45 سنة وهو يبحث، واليوم إن شاء الله ستكون اللقاء والبشرى الطيبة الجميلة إن شاء الله بمعية الأخ خالد وهذا البزي الغالي الذي احتضنهم واحتضن خالهم من أول وقدموا ما فيها الخير. وقلت لي معك 5 خوات و3 أخوة. ايوه 5 خوات و3 أخوة. ايوه 5 خوات و3 اخوه. من الحرازية. ايوه من الحرازية. الحرازية متزوج أبوك على ايوه هذا الرجال تذكرها تذكر أمه. الله، لأننا عندما وصلت المديرية حكينا عند مدير العام، وبعدين عندما جبرني قال لي يا أخي منكم بيت حاتم على كذا كذا، قلت لك كان قد خرجت وبعدين رجعت قلت له يعني عد لي الكلام منه، قال على كذا كذا، واتصل بي ما ظهر لي حمود أو اسمه المهدلي من مدير الشرس، مدير أمن الشرس تواصل بي، وواحد مدير من حجة لكن أنا نسيت اسمه الذي تواصلوا مع المدير حقنا هذا مدير الأمن عبد الحكيم الحوري. قلت له يا أخي هذا من هو؟ قال فلان ابن فلان. قلت له فين؟ قال في الحديدة، محافظة الحديدة. قلت في مديرية باجل. قلت له إلا أبو خالي هو تزوج من هناك وطلقها، وقالوا إن مع ولد في هناك على كذا كذا كذا. قلت قامت جروا الرقم حقي وارسلوا لهم. ايوه بعدها سالك عن عمتك ايوه سالك عن عمته انت قلت لا، انت قلت ما ايوه على ما اتاكد. ايوه قلت لهم انا عندما ارسلوا باطيته شويه، قلت تولي الرقم اتصل لهم انا. اتصلت لهم انا للمدير هذا، قال يا اخي انا كنت تواصلت بخالد. قلت له قلت لي رقم خالد. ايوه اساله. ايوه قال عاد بدي. قلت اسال خالد قل له ما اسم امه. رد لي قال اسمه امه هديه حسن ابكر. قلت له اذن هذا ابن خالي، هذا ابن خالي. وهو رد له قال وامي يعني قال عمتي ام حاتم اسمها سعاده او اسعد. قلت لا سعاده صح كلمته، هذا ابن خالي. مشاهدينا الكرام عد تنازلي حتى نصل الى منطقه العره في همدان لنكون معا باذن الله بعد غياب 45 عاما. تابعوا مجريات هذا الحوار. المسافة ليست بعيدة إلى العرة همدان، لكن الشوق يأخذنا جدا مع خالد إلى لقاء 3 إخوة و5 أخوات، ومن يدري كيف سيكون اللقاء. طالع أخذت حجة بس دورت مصير الحي تلاقى. ما كتب من الرحمن الرحيم رضي طبعا. مصير الحي تلاقى ولو بعد سنوات انتوال 45 سنة من يصدق بأنه قدر إن الواحد يلتقي من الثاني. معلش يا خالد، معلش يا حبيبي. الحمد لله. وغياب طويل ومر لكن معلش سعد. لعله خير ان شاء الله. هذه تكون ان شاء الله فاتحه خير عليكم وتعرفوا على بعض. عرفت من بينهم كلهم. هذا ابن خالي. قالوا صح هذا ابن خالك هذا خالد. قلت اهلا وسهلا. نزلنا عندنا من مديرة مسور، نزلنا عزلة كيلاء. قعدوا عندي يومين، وبعدين الجماعة الذي معه قالوا يا أخي إحنا نسافر وهكذا، وأخوالي من هنا بيقولوا ما بالله جيب ذكا. قلنا بس ما رأيكم يا خبرة نطلع علشان نكون وتعرفوا على أسرة. خليهم يسافروا، أهم شيء خالد موجود هو الأصل والفصل، وما قصروا الذي إخواننا اللي جو من البلاد بيض الله وجيههم وحفظهم ورعاهم. وخالد مثل ما قلت لكم متزوج ولم ينجب له حتى الآن، إن شاء الله ربي يوفقه، وظل يبحث عن والده. كان يتمنى بأنه يحقق حلمه ويلتقي مع أبيه يطيعه باقي العمر، لكن ما أردش الله. والأب كان مهمل الأب الله يرحمه، ما سألش على ابنه. نزل 3 مرات لهناك يدور، كان يخفون منه، كانت تخاف أمه هذا الولد خالد لا يشل عليها. يلا خير إن شاء الله. قال يا أستاذ لا آخر الزفلت ويلقونا جماعة لهناك ويمشي الجانب. يلا خير إن شاء الله. إحنا إليكم ذا الحين باقي لنا شوية ونصل عندكم. يلا مع السلامة. مشاهدينا الكرام وصلنا العد التنازلي لأن نلتقي وتلتقي الأسرة بكاملها بالأخ خالد، ونحن متجهين إلى عرة همدان. الإخوة أبو عواض
العواض. ايوه العواض أيوة. أخوال بيت حاتم، هؤلاء الناس موجودين وأسرة كبيرة طويلة تنتظر الأخ خالد. ما هو شعورك يا خالد؟ شعور جميل. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله بعد 45 سنة من العذاب والعناء والتعب والبحث الطويل شاءت الأقدار بأنه في هذا اليوم وبرامجنا ماشيين مسجلة. بعضهم بيعتقد في الفيسبوك أنه ما تنشر هذه المادة أو في اليوتيوب أنها مادة مسجلة من قبل، لا، وإنما نحن اليوم في الزمان والمكان نعمل على هذا البرنامج في قناة اليمن يأتيكم مباشرة، والفضل لله سبحانه وتعالى وللأخ العزيز وزير الإعلام الأستاذ ضيف الله الشامي. وجه له تحية خاصة وأتوجه بالتحية والتقدير إلى الأخ العزيز. الفضل الكبير لله سبحانه وتعالى وللأخ العزيز محمد عبد الرحمن أبو طالب رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية والأولى، الذي ما إن اتصلت بأمس والله الساعة 3 بعد منتصف الليل، لأنه رتبنا هذه الفقرة، نسقنا مع الأخ خالد مع الأخوة اللي جاءوا من باجل، إنه جاءوا الوقت متأخر، فقلنا على بركة الله. اتصلت بالأستاذ ما قصر، رد علي ووجه بحيز الكاميرا والزملاء والطاقم، ونحن نجري هذا الحوار مع الأخ خالد، وإن شاء الله ما هي إلا 5 دقائق ونصل للأخوة. تابعوه. قطعنا نصف المسافة شوقا وحبا حتى استقبلنا بعض الإخوة إلى نصف الطريق، فقد زاد الانتظار منذ الصباح الباكر. أول دفعة من الإخوة المنتظرين لنا في العرة همدان. حيا الله من جرجال. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بكم. أنتم من العواض؟ أهلا وسهلا. حيا الله من جاء. ما شاء الله أنتم هنا مجتمع كبير. ما أمه أنتم هنا خيرت أكثر من 50 بيت ما شاء الله. ولا واحد جاي يعمر من قرية، كل القرية تجي تعمر عنده، كل واحد أيوة تي أصحابه. الكبير كلكم منتظرين من؟ منتظرين. أنا ما أقدر لخالد حزاء. الله يبارك فيكم إن شاء الله. هؤلاء هم الدفعة الأولى مشاهدينا الكرام، منتظرين في الخط، منتظرين وصول الأخ خالد عواض من حجة، من مسور، من كحلان، بن الطربي، من حج الهجري. الله على بركة الله. مشاهدينا الكرام نتحرك على طول. كم باقي الأمم داخل فل أكثر من 1000 نفر. يلا. ترى من هم في الانتظار؟ هل أهل إخوة وأخوات أم جمع آخر من الأهل والأقارب؟ وما هي إلا دقيقة واحدة ونشارف على الوصول، وإذا بنا نرى هذه اللوحة الأجمل من الوفاء الأخوي الصادق والوفي. مشاهدينا الكرام وصلنا منطقة العرة في همدان، وكما تلاحظوا هذا الجمع الكبير من الإخوة المواطنين المنتظرين الأخ خالد، والحمد لله على نعمة الأهل والأخوة والصداقة الدائمة للإخوة المواطنين الذين يهتمون ببعضهم البعض، والذين جاءوا من كل مكان ومن كل حدب وصوب من أجل أن يلتقوا الأخ خالد. وكما تلاحظوا أمامي يا زميلي، شير بالكاميرا بس، هذا كما تلاحظوا هذا الجمع الكبير الذي هم استقبلوا اليوم وجاءوا منتظرين الأخ خالد. عرفني على الشيخ عوضين وعلى العوض. الشيخ ستان اللي فاصل الله حيا الله من الله يبارك. خلي السلام عليكم. حيا الله من جاء. هذا اللي التقونا هذا الحين العواض من محافظة حجة، مديرية كحلان، عزلة بن الطربي، محل الهجر. اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله جميعا. عرفوني بهم. اين اخوته؟ حيا الله من جاء. عليكم السلام. كيف انت يا اخي؟ اهلا وسهلا. حيا الله من جاء. اولى ثلاثة اخوه ما شاء الله تبارك الله. مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا هؤلاء كلهم آل عوض، كما تلاحظوا الصورة أبلغ مدى وأبلغ تعبير آل أبو عواض من محافظة حجة. أيوة.
مرحبا بكم جميعا، وهذا شرف كبير أن تلتقوا اليوم بأخوكم خالد الذي جاء إليكم من محافظة الحديدة منطقة باجل، وسيلتقوا لأول مرة منذ 45 عاما. عام طويل وسنوات طويلة من البعد والحرمان، لكن إن شاء الله بأن يظلوا يفترقوا حتى هذا اليوم الجميل. فأنا أشكر هذه القبيلة المحترمة، وأشكر هؤلاء الإخوة العواض المحترمين الطيبين الطاهرين الذين منذ الصباح الباكر وهم موجودين في هذا المكان. مشاهدينا الكرام، اصطف الجميع حول هذا الأخ الذي سيأتي من محافظة الحديدة مدينة باجل. الكل مصطفين في دائرة واحدة، ولم يتبقى معي إلا الأسرة فقط، الذي هو أخوها الأول باسمك يا أخي وليد، وأخوها الثاني باسمه مبروك، والأخ الثالث يوسف. هؤلاء الثلاثة الإخوة مشاهدينا الكرام، هؤلاء إخوته. باقي عمه أخو أبوه مبارك صالح أبو عواد. مبارك، مرحبا بك يا غالي. وهذا طبعا خاله. مشاكرا في هذه اللحظات سأؤشر للزملاء بأن يدخلوا بالأخ خالد مباشرة السيارة. السيارة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تصل بالأخ خالد مباشرة إلى هذا الجمع الكبير من آل عواض من محافظة حجة من كحلان عفار. في هذه اللحظات يصل خالد بعد غياب 45 عاما، كما تلاحظ هذا الجمع الكبير من الناس والإخوة المواطنين. والآن ها هي لحظات وصول 45 عاما من الفراق والبعد والشوق ولم الشمل. الأخ خالد يصل في هذه اللحظات إلى أهله وأقاربه وربعه في هذا الجمع المشرف والعظيم. في هذه اللحظات بس عندك يا أستاذ أحمد زي يا خالد، يجي الأخ خالد في هذه اللحظات. هذا الجمع يا خالد كله من أجلك. الحمد لله. يرفع الرأس به. يرفع الراس صدق. والله يرفع الرأس. وأتشرف بهم، وأتشرف أن أكون واحد من دولة كلهم. أن تكون واحد من هؤلاء الإخوان الذين هم بانتظارك، وهؤلاء موجودين منتظروك كلهم منذ الصباح الباكر، منذ أن علموا أننا سأتي بك إلى هذا المكان. والحمد لله تم التنسيق مع الأخ خالد بأن يطلع إلى صنعاء ونكون معا ونحضر معا ونشرف هذا الجمع الكبير، ونحضر في هذه اللحظات 45 سنة. مشاهدينا الكرام كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام سنلتقي اسلموا بارك الله فيكم. اسلموا، انا افدى لكم. اسلموا. هيا اسمع يا خالد. اول واحد التقي به. من هو ذا التقي به يا اخي؟ من هو يا ابن عمك صدام، ابن عمك هذا. اخوك من ابوك يا خالد، اخوك من ابوك. الحمد لله على السلامه.
هذا محمد حمود ولد محمد محمد يلا هذا والد علي احمد كلها اسرته هذه كلها على بعض بخير مثل الرجال امثالك اسال الله امين واياك اهلا حياك الله اهلا وسهلا بكم يا حياك الله على عيوننا رؤوسا محمد هذا واحد منكم هذا ولد عمك هذا ولد عمك حياك الله حسني هذا قريبه هذا الدرجة الأقرب الاقرب يا العم يا العم كلهم أقرب الدرجة الثانية ممتاز الحمد لله الله الحمد لله على السلامة يا لحظة يا لحظة يا شباب خليني بس خالد الحمد لله على السلامة يا أخي هذا ولد عمك هؤلاء كلهم أولاد عمك أيوة بني عواض هؤلاء آل عواض مشاهدينا الكرام قبيلة كبيرة موجودين أكثر من 500 شخص لحظة خالد الحمد لله على السلامة يا خالد شعورك يا خالد والله شعوري زي ما ولدت اليوم من جديد الحمد لله بعد عمر طويل بعد فراق ما يقارب حوالي 47 48 48 سنة 48 سنة عمر طويل عمر حاول الأخ خالد ما قصر مشاهدينا الكرام أن يبحث عن أسرته طويلا لكن لم يفلح حتى شاءت الأقدار بأن يسأل عبر المديرية في باجل التقت المديرية في حجة التقت المديرية في كحلان عفار حتى أخبروا عن هذا الأخ خالد ثم نسقوا معنا وكان حضوره إلينا في صنعاء استقبلناه صباح هذا اليوم بعد أن جاء من محافظة الحديدة باجل وها نحن نلتقي بأسرته بعد 45 عاما له 3 إخوة و5 أخوات موجودات كريمات في هذا المكان الحمد لله على هذا الجمع الكبير وهذه صورة تذكارية للجميع الموجودين معنا مشاهدينا الكرام الحاضرين منذ الصباح الباكر صور الجميع كلهم يحتاجوا صور كلهم لله على وفاء الناس في هذا البلد ما إن علموا أن جمعا بين إخوة سيكون حتى تقاطر الناس أطفالا وشيوخا وأحبة مع الأهل في هذا المشهد الأنيق والكبير شكرا إخوتنا الأوفياء من آل عواض محافظة حجة على هذا الوفاء النادر والكبير والعظيم شكرا أبناء الحي شكرا أبناء بلد العظام أنتم في الحل والترحال موجودون مواسون فرحون لفرح الناس ومناسباتهم امتنيت جدا لهذا الوفاء وتمنيت أن ألتقط صورة تذكارية مع كل مواطن كان موجودا لنرد لهم الوفاء توجهنا بعد ذلك إلى منزل الأسرة المصغر في الحي لنلتقي باقي الأهل وهي خالة خالد زوجة أبيه من بعد أمه وأختاه وكان اللقاء الأخير قبل الوداع نحن الآن في أمام منزل الأسرة المحترمة آل عواض المنتشرين في هذا المكان أكثر من 50 بيت موجودين وإن شاء الله اليوم سيكون اللقاء مع خواته 5 خوات معه أيوة مع 5 خوات ما شاء الله تبارك الله وين الحج السعادة هنا هتوصل الآن يلا على بركة الله بس أرجوكم لجاء خاص الموضوع أسري خلوكم هنا رجعنا الله يسركم يلا السلام عليكم كيف الحال أما أنت يا أختي أنت خواته أنت خالته أنت سعادة ها أنت حرازية ايوه حيا الله من جا أختي أهلا وسهلا بكم عظم الله الأجر قد لك 10 سنين من المكمة ايوه كن طيب الحمد لله ما الشيء الحمد لله الله يرحمه هذا بناته هذا بنات خوات خالد خوات خالد ايه كم هن 5 5 ايوه وينهن؟ ما جينا الا هذول انت زواجهم الأزواج ما شاء الله تبارك الله ايه. يلا خلاص لحظة انتظروني دخلوا خالد يلا هذا خالد هو كان يقول لكم يا أمي كان يقول لكم ابن ولا شيء يعني نقول لي بعد العرس والله ما عاد شفنا هذه خالتك مالك أبوك كان يقول لك بعد العرس انه مع والدين من أول في باجي ما دورش دورش ما أصير ولا انا داري ما انا تزوجت مع لما انا داري فيه أيام ما كنت هو ما كان يسأل هو ما كان يسأل
أنا ما سألت ولا أنا داري، كان يقولوا يعني مع ولده بس هكذا. هؤلاء خواتك من أبوك، هذا أختك الأولى هذا أختك الثانية. الحمد موجود الماء. سنة مشاهدينا الكرام، هذه الأسرة في منطقة عقلة همدان. التقوا الحمد لله. اسكت طفوت يقول هلا. طفوا. المهم مشاهدينا الكرام بأنه حصل 45 سنة من الشتات والفرقة والبعاد. هذه الأسرة التقت اليوم الحمد لله على خير. هذه الخالة الطيبة، الله خاطرك يا أمي، الله يحفظكم دنيا وآخرة، الله يبارك لك. مثل ما احترمتينا وقدرتينا وديتي البنات اليوم التقم بأخوان. وفقك الله وسهل أمرك إن شاء الله، وربي يحفظكم إن شاء الله على خير. وهذا الأخ خالد موجود، ربما يعود إلى تهامة، لكن سيظل قلبه معلق بخواته وإخوته الموجودين الكثار. واليوم الأسرة ما قصرت، من أقاصي الأرض جاءت، كلهم احتشدوا من أجل الأخ خالد ومعرفة الأخ خالد والقرب من الأخ خالد. الحمد لله. احنا نستودعك الله يا خالد. الحمد لله، والله يوفق الجميع، وكتب الله أجرك يا أستاذ محمد وأجر الجميع وكل من ساهم وكل من تعاون معي. اليمن والأخ الأستاذ محمد عبد الرحمن الوطاني والأخ العزيز وزير الإعلام الأستاذ ضيف الله الشامي، كلهم مهتمين. وكان والله حريص أن يحضر في هذه الفقرة، لكن كان لديه اجتماعات. حريص أن يكون بين الناس ومع الناس، لأن هذه توجيهاتهم وهذا عملهم إن شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله يا ولد. تحياتي لكم، الله يحفظكم. لحظه انا اقول لكم، وصلت مشاهدي الكرام بحضراتكم الى ختام هذه الفقره. القاكم دائما وانتم بخير، احبكم جدا يا اخوتي مشاهدين قناه اليمن. قناه اليمن من اليمن معكم دائما، هي القناه الرائده وهي قناه الكل وهي قناه سيده كل القنوات. فتابعونا على ترددنا المعروف. وهذه طبعا حلقه سنختم بها مشاهدينا الكرام برنامجنا. سنتوقف خلال شهر رمضان، نكون معكم في برنامج آخر اسمه الحقيبة. فتابعونا طيلة شهر رمضان إن شاء الله على برنامجنا الجماهيري، سيكون الساعة 12 منتصف الليل تماما، فقط وحصريا على قناة اليمن. وهذه طبعا الحلقة ستكون الأخيرة في ما قبل شهر رمضان، وسنعود بعد العيد. تحياتي وتحيات زملائي، لكم مني خالص الأمنيات. أعود بحضراتكم إلى الاستوديو.